اهلا بيكم في طاقه ايجابيه. النهارده معانا قمه الطاقه الايجابيه، وهتحيوني جدا على اللقاء ده لان مش لقاء عادي، لقاء مميز. مبسوطين جدا 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 انه يعني ساب لنا فرصه ان احنا نعرف آه، ناخد من وقته دقايق، مش هنقول ساعات، مش هنعرف طبعا ناخد الوقت ده كله من الناس اللي نتشرف ونفتخر ان هو من بلدنا او ان احنا من بلده بفضل الله. هنكسب كتير جدا وهنستفاد كتير جدا وهنزداد طاقه ايجابيه، لان احنا هنتكلم النهارده عن ما لا يعرفه الناس عن الحاج عز الدين جوده. كلنا عارفين ما شاء الله قيمه وقامه، ولكن عايزين نعرف الحاج عز النهارده احنا مستضيفينه ليه. ازيك يا حاج عز؟ اهلا اهلا. اخبار حضرتك؟ فصل بارك الله عامل يخليك ايه؟ ما شاء الله يخليك. احنا سعيد بوجود حضرتك. الله يعز حضرتك ويرفع قدرك يا رب. الله يكرمك. سامحنا طبعا عن الوقت اللي لا احنا على راسي، على هنضيعه راسي من وقتك، يا معلش. على راسي تحت امرك. الله يعز على راسي، حضرتك. على راسي. في البدايه هنبقى اللقاء ده مختلف شويه عن بعض اللقاءات التلفزيونيه لان هو لقاء بودكاست. اللقاء ده بنطلب من حضرتك الناس والشباب اللي في الشارع واللي في بلدنا واللي بره بلدنا محتاجين يعرفوا الحاج عز جوده وقصه النجاح والكفاح بتاع حضرتك. محتاجين يعرفوا ما لم يعرفه الجميع. فمعلش هناخد من وقتك كتير، بنستاذن حضرتك بس انت شايف بداياتنا او ان احنا عايزين نعرف بدايه حضرتك كانت عامله ازاي؟ بص يا باشا، البدايه عاديه خالص. انا اتعلمت رحت مدرسه الشين الابتدائيه، بعد كده كنت في جليم، بعد كده رحت كليه تجاره في طنطا، وبعدين خلصت الجيش، خدت كليه حقوق بعدها من طنطا. يعني انت حضرتك كليه حقوق؟ تجاره وحقوق. وسبحان الله الاثنين اللي ما بعرفش فيهم المحاسبه والقانون. والله بنعرفه في الزراعه، بنعرفه في الميكانيكا، بنعرفه في حاجات تانية غير اللي هو احنا خدنا فيهم جامعه. مش ان انا بقلل من شأن التعليم، لا ماشي، بالعكس. ده احنا عايزين نقوله لاي حد، المهم ان انت تعرف تعمل ايه، مش ان انت خدت كليه ايه او كلام زي كده، لا ما لهاش علاقه خالص. ساعات بيجي واحد ياخد كليه يقول لك انا ازاي ابقى واخد كليه مش عارف ايه واشتغل في ايه. يا عم اللي تلاقيه قدامك اشتغل فيه. جايز الشغلانه اللي انت احيانا مستحقرها هي اللي توصلك لاعلى الدرجات، ولكن في واحد يقول لك طب ما انا بشتغل الشغلانه دي ماشي، لكن انت بتشتغلها وانت مديها ظهرك، هتديك وشها ازاي؟ لكن اديها وشك، يمكن دي اللي انت مستحقرها دي هي اللي تطلع معاك وتطلعك السلم كله. فاحنا دايما بنقولوا يا ناس علموا عيالكم ثقافه العمل ثم ثقافه العمل. احنا مره كان حضرتك بيقولوا التعليم الفني ومش التعليم الفني، وكان في لجنه من مصر ومحافظ ومش عارف ايه وكلام زي كده، فواحد من اللجنه دي بيقول طب اللي يجي المصنع عندك هيتعلم؟ قلت له مش هتعلم حاجه، هخشنه بس، هختصر له سن الطفوله بس. بدل ما سن الطفوله وصل عندنا ل 30 سنه، احنا هنختصره له زي العالم كله 16 17 18 سنه. الواحد في اوروبا بيبقى ابوه صاحب شركه، ولكن لما بيروح الجامعه بيقول له اطلع اصرف على نفسك عشان تتعلم. ليه؟ بيطلع بعد كده خشن، ايديه خشنت. انا عايز اعلمه الخشانه بس، يطلع مريض بالعمل بدل ما يبقى مريض بالتنبله وسنه امتد لغايه ال 30 سنه بدون ما يشتغل. احنا عايزينه يشتغل وهو شاب لسه، واللي بيتعود على العمل ما بيرضوهوش بعد كده الا العمل. ولذلك احنا دايما لما يجي واحد يشتغل بيفتح مصنع، بنتكلموا على الحكومه ولا كلام زي كده، نقول له ده مريض انه بيشتغل، مريض بالعمل، هو مش عايز يقعد. حتى لو بقى معاه، في ناس معاها فلوس ومش يلزمها فلوس، لكن هو بيشتغل عشان هو عايز يشتغل. هو اصبح كل حياته ان هو ما يقعدش عاطل. ماشي، ده مرض زيه زي اي بس مرض حميد، ان هو ومرض نافع له وللناس وللمجتمع وكل. يا ريت كل الناس، احنا نفسنا جزء كبير من الشباب يبقى مريض بالعمل. فانا حضرتك طبعا ابويا الله يرحمه طبعا كان دايما بيشجع وانت صغير تشتغل. ماشي، هو كان سبحان الله كان مثقف جدا في الناحيه دي، او كان عارف ان الاجل مش هيطول كتير. فكنت من الاعدادي بنطلع الغيط ونروح ونشتغل. كنت بركب فيسبا وانا في الاعدادي، بعدها عربيه وانا في الثانوي. بس العربيه مش ان انت تروح بيها، حتى الجامعه ما بتروحش العربيه، لا العربيه ديت لما تروح بقى الشغل بس، تطلع تلف الشغل القريب. لان انا كنت قاعد معاه هنا في العزبه، ما لا رحت كليه لا في مصر ولا في اسكندريه ولا حاجه، تعليمي من الاول للاخر انا قاعد هنا. طنطا حتى كنت بسافر واجي كل يوم، بس هتسافر تروح زي زملاتك، لكن العربيه تركبها للشغل بس. فكانت حضرتك طلعنا من واحنا صغيرين متعودين انت تشتغل. ماشي، طيب الشاب بتجيبه النهارده ساعات يجي يشتغل، بس الشغلانه دي متعبه، امال لما متعبه وانت شاب لما تكبر تعمل ايه؟
احنا كنا الاول بنسافر الجبل ونرجع، تسافر قبل الفجر وترجع بالليل وتغيب على كده مده طويله خالص، ما تريحش يوم ومبسوط ان انت رايح وجاي كل يوم. يعني ابن صاحب العمل دي ما استمرتش فتره طويله، لان والدي الله يرحمه توفى وانا في الجامعه، ماشي. فما استمرتش فتره طويله ان انت تبقى ابن صاحب عمل، ماشي. انت طلعت على العمل. كان والدي الله يرحمه كان في اراضي وفي كلام زي كده، بس جت فتره كانت بتاعه اوائل الثمانينات ما كانش الارض بتدخل مردود كويس، اللي كان الناس طلعت بره وكلام زي كده وشغل. فاحنا ابتدينا نشتغل بقى في التجاره. يعني كان البيت وقتها قائم على الزراعه فقط؟ لا، كان والدي الله يرحمه تاجر. كان تاجر. كان تاجر. بيتاجر في اللي فاحنا بيزرعه؟ فلا بيتاجر وبياخد جناين وبيشتغل في الفاكهه وكلام ما زي شاء كده. الله. احنا ورثنا منه بعدها الشغلانه، ماشي. وابتدينا نشتغل. ما فيش واحد قال انا كنت متعلم من الحاج محمد الله يرحمه، كان مهندس مدني. الحاج عبده كان كليه زراعه وانا كان كليه تجاره، ماشي. وبعدها لصنص حقوق، ماشي الحال. كلنا طلعنا اشتغلنا حضرتك في نفس المجال. ما حدش قال لك لا انا مهندس يبقى اشتغل مهندس، ده انا واخد كليه تجاره بشتغل في بنك ولا اشتغل محاسب. ما حدش قال كده، ماشي. لكن اشتغلنا في اللي احنا نعرفه نعملوه، ماشي. وبعدين تجتهد فيه وتبذل مجهود فيه. طبعا المجهود اللي كان بيبذل مهما حد قال منه انه خيال، ما اعتقدش ان في حد النهارده يقدر يتحمل اللي كان بيحصل الاول ده. زمان كنا نسمع كده ان زمان كان في فقر جامد والدنيا ما كانتش متيسره زي اليومين دول، مفيش التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. كان كل حاجه فيها صعوبه. يعني المحمول ده قبل كده ما كانش موجود. انت بتطلع الصبح يعلم الله هترجع امتى، حتى لو عطلت في طريق ما انتش عارف، ماشي. يعني خلاص، ماشي، ربنا معاك بقى منين ما ترجع بالسلامه براحتك يعني. قبل كده حتى لو انت بتركب عربيه ما كانش عربيه زي بتاع النهارده، ماشي. لا فيها تكييف زي بتاع النهارده، ولا عربيه فيها امكانيات النهارده، ولا فيها الرفاهيه اللي في عربيات النهارده وكلام زي كده. لا، كانت الدنيا صعبه، ما كانتش سهله زي النهارده، ماشي. وحتى الناس يقول لك كان كل حاجه رخيصه زمان. انا معاك، كان كل حاجه رخيصه، بس ما كانش فيه فلوس في المقابل، ما كانش فيه فلوس برضه، ماشي. ولكن احنا بنقول لكل شاب، لكل واحد طالع اشتغل. وبعدين انت حضرتك لما بتيجي شاب وبتلاقيه عمل من صغره، هات معظم اللي ناجحين هتلاقيه كان بيشتغل وهو صغير، ما قعدش لما خلص جامعه وابوه جوزه وقعد. هو انت بعد ما يقعد لغايه ال 30 ما نفعش ولا اشتغل، ماشي. هو اتعود على كده خلاص، ماشي. هينتج امتى؟ طيب اللي ما بيتعبش هو شاب، هيتعب امتى؟ هتتعب لما تكبر؟ ده مش منطق. فاحنا نفسنا يبقى يا رب الشعب كله يبقى عنده ثقافه العمل، ماشي، ويشتغل، ماشي، وينتج. على فكره الدول مش هتتقدم الا بالانتاج وبالشغل. هي اليابان ما فيهاش ثروات بس اسمها اليابان، ماشي، بالعمل. طب المانيا ما فيهاش ثروات واسمها المانيا، بس بتمسك حته حديد تخليها عربيه مرسيدس، ماشي. هي ده العمل اللي خلى المانيا المانيا. طب احنا اللي عندنا الثروات، ماشي، احنا عندنا المميزات كلها، ميزه نسبيه في المكان لن يجود الزمن بمثله. بحر احمر، بحر متوسط، افريقيا انت في شمالها، عرب شرق وغرب، بينك وبين روسيا 5 6 ايام بالمراكب، اوروبا من يومين ل8 ايام، ماشي. طب فين العمل اللي عندك؟ ميزه نسبيه في الجو، لا عندك الشتاء القارس اللي تحت الصفر اللي يموت، ولا الحر النار اللي هو في الصيف، لم تستفيد منهم، تمام. طيب ميزه نسبيه المفروض عندنا، اكبر ميزه نسبيه في مصر القوى البشريه، ان نسبه كبيره منها جدا في سن العمل. ده في اي دوله تانية يعتبر ثروه، ان هي بلد مش عجوزه. يعني في بلاد النهارده بتعتبر عجوزه، معظم الناس في سن العجوز، ما فيهاش قوه بشريه كبيره في سن العمل، ماشي. فنتمنى يا رب ان شاء رب العالمين يبقى عند شبابنا وعند الكل ثقافه العمل، ويشتغل، ما يتكبرش هو يشتغل في ايه، ماشي. طيب بالنسبه لحضرتك النقطه بتاعت انت خلصت كليه حقوق، خلصت كليه تجاره، بدات تدخل سوق العمل. طبعا انت قلت ان انت مش حابب ان انت تدخل انا محاسب او انا راجل محامي فاخش، لا انا دخلت في العمل اللي انا نشأت منه، صح كده؟ بدات تختص بنفسك شويه ولا فضلت مع المجموعه ولا الدنيا مشيت ازاي؟ انا واخواتي اشتغلنا الاول حضرتك في شغلانه التجاره الداخليه زي ما كان الوالد الله يرحمه شغال، ماشي. بعد كده مثلا كان في مصنع صغير بيجفف بتاع تجفيف مثلا على نفس النشاط. بعد كده حضرتك سنة 86 كنت عملت مكتب تصدير شوية، خبطة يمين وخبطة شمال،
من 86 ابتدت عمليه التصدير، ايه، تشيل وتحط تشيل وتحط، ماشي، لغايه لما جينا مثلا في 2003 عملنا محطه الموالح. يعني خدنا من 86 ل 2003 لغايه ما عملنا اول خط في محطه الموالح. بعد كده الخط بقى خطين، ماشي. كمان شويه الدنيا اتطورت، طب كمان شويه عملنا حضرتك خط فروزن. بعد كده بقى الخط الفروزن خطين، تمام. بعد كده عملنا مثلا شغلانه اللي هي بتعبي العلب الكنز وكلام زي كده، ماشي. والكنز ده ممكن يبقى فيه شيء ساعات في بعد اجتماعي شويه، اللي هو البيبي دروبس الصغير، عشان بيجي في شهر 7 و8 و9 مبقاش فيه عماله بتشتغل، ملهاش شغل. فده الطن الواحد بياخد حوالي 200 واحده ست تشتغل تجمع وكلام زي كده وتفرز في الغيط. فلو انت عملت 10 طن في اليوم هياخد له مثلا حوالي 2000 واحده ست، 2500 واحده ست تشتغل في الفتره اللي هي ما بيبقاش في حد لاقي شغل فيها. هي مش هنقول ان هي بتخسر برضه والا يبقى العمل فاشل اصلا يعني، لكن هي بتكسب بس عليها هيدك يعني، ماشي. فديت يعني ايه، بتكسب بس فيها بعد برضه اجتماعي شويه، ان انت المفروض ان انت لما بتيجي تشتغل العمل برضه يبقى فيه جزء رساله، مش كله فلوس وخلاص، ماشي. اسهل حاجه ان انت تعمل فلوس كنت تخش في العقارات، معلش مع احترامي لبتوع العقارات طبعا، احنا نتمنى لهم رزق محبوب وكل حاجه، بس هو ده اتجاه، هو ده اللي كان فيه فلوس كويسه، وهو ده الاتجاه السريع اللي بينجز مع الناس، تمام. لكن احنا كنا بنقول انت عايز تكسب وعايز تشتغل، بس برضه في رساله المفروض تبقى كلها. لو كلنا سيبنا الشغل اللي هو فيه عماله تشتغل وفيه كذا وفيه تصدير وفيه انتاج، طب البلد هتروح فين طيب؟ فاحنا شايفين ان هو برضه لازم يبقى فيها جزء رساله يعني. حضرتك بتتعامل ازاي مع العمال اللي بتعيش حواليك، اللي انت ما شاء الله قائد ليهم وفاتح بيوت كتير، لو تسببت ربنا يجعلك سبب ان انت تبقى فاتح بيوت كتير. شايف العماله من بدايتها معاك كانت البدايه ازاي والنهارده ازاي، وتواصلك معاهم عامل ازاي؟ هو طبعا حكايه يعني هو ربنا سبحانه وتعالى يمكن احنا مرزوقين عشان رزقهم، العكس يعني، مش احنا اللي بنديهم، يمكن احنا عايشين عشانهم، ماشي. ويمكن ربنا سبحانه وتعالى قد يكون بيسترها عشان هم دول اللي شغالين يعني. طبعا هو في عماله في الغيط انا ممكن ما بشوفهاش كتير طبعا، لان طبعا العدد كبير يعني. الحاجات دي مثلا في عماله شغاله في الصحراء، في عماله شغاله في الغيطان، في كده في كده، انا مش بقدر اتواصل مع الكل طبعا، صعب ان اتواصل على الكل، لكن انت تتمنى تعمل للكل كل حاجه، ماشي. ولكن انت بقدر المستطاع بنقول هو الواحده الست اللي طالعه تشتغل دي، لان معظم العماله اللي بتشتغل في الشغلانه بتاعتنا ستات، والست اللي طالعه تشتغل دي انت لما تيجي تشوف ظروفها تقول لو كانت حضرتك يعني الظروف ميسره اقل اليسر ما كانتش طالعه تشتغل. يمكن الشاب يطلع يشتغل، لكن الست نفسها بتشوف ستات كبيره في السن خالص وطالعه تشتغل. طب دي لو كانت محتاجه يعني بدرجه كبيره جدا ما كانتش هتطلع تبهدل نفسها بهذا الشكل يعني. فحضرتك يعني نتمنى هم بياكلوا بعرقهم طبعا، ماشي. يعني هم بياكلوا بعرقهم وبشجاهم، الست اللي بتيجي تقف على رجلها طول النهار دي عشان تاخر النهار تاخد قد ايه برضه، ماشي. ولكن احنا بنقول ايه، ماشي اهو باب. ما انت لو هتقعد وتقول ده انا الناس دي اديها وانا قاعد ما انتش هتعرف تعمل حاجه، لكن هو الصح ان انت تفتح باب للناس ان هي تلاقي هي راضيه بالشقه، ماشي، بس احنا نوفروا لها الشقه حتى اللي هتشقى فيه. على فكره وكمان عايز اقول لحضرتك ان النهارده بالصدفه والله انا ماشي عربيتي لقيت عربيه قدامي، عربيه محمله ستات منتقبات وستات كبيره وستات شباب، والله زي ما بقول لحضرتك والله النهارده، اه وبيسقفوا جايين هنا وقاعدين يسقفوا، يعني مش جايين الشغل اللي هم ممكن بيسلوا نفسهم، مش جايين الشغل مكتئبين، مش جايين رغم ان هم في شقه وعارف ان في تعب، حضرتك اكيد حاسس بيهم في الحته دي. طبعا طبعا. بس ما شاء الله ان النهارده اغلب الشباب النهارده شباب كبير كتير جدا موجودين في بلدنا، شغال فين؟ عند الحاج عز جود، في مزارع الحاج عز جود، في مصانع الحاج عز جود، شغال في المصنع الفلاني، شغال بنحمل على العربيات، بنعمل كذا. فحضرتك ما شاء الله يعني وفرت عدد كبير جدا ووظائف كتير جدا للشباب كانوا يتمنوا ان طبعا لولا وجود حضرتك معانا ما كانوش هيلاقوا الفرص دي. هو طبعا حضرتك في حاجه واحده، هو اي شاب بيشتغل الواحد بيبقى عايز يبوس على دماغه، ماشي. انت شفت واحد بيشتغل يطلع الصبح يروح بالليل بيشتغل بيجيب مشكله؟ ما بيجيبش مشكله، هو عايز يروح ينام عشان تاني يوم. اللي بيجيب مشكله دايما الفاضي، اللي بيجيب مشكله اللي ملوش شغل. لكن الشاب المجتهد فعلا اللي بيجيب اللي انا بشوف ساعات والله شباب صغير يصعب عليك،
ماشي. ده ايه اللي طلعه من بيته؟ ماشي. انا اداك نار وانا معدي شايف شاب عيل صغير ماشي جاي يشتغل ماشي، وجاي يشتغل في الورديه بتاع بالليل في البرد ده. طيب ده اكيد ظروفه ايه؟ هو عمره ما هيطلع من بيته الا ان كانت الظروف يعني مش كده. بس ده في يوم من الايام بقى حضرتك ده اللي هتلاقي ليه شأنه قدام. ودهوت اللي في يوم من الايام هتلاقيه راجل يشار له بالبنان. ليه؟ لان هو اتعود من وهو صغير ان هو يشتغل ماشي. فعمره ما هيبقى في يوم تنبل، عمره ما هيبقى في يوم عنصر مش نافع ان شاء الله. ولو شفت شكله سبحان الخلاق يعني برضه حتى باين عليه ربنا مديله سبحان الله السماحه في وشه. ده في ناس حضرتك، عايز اقول لك ان في ناس من الشباب اللي موجودين معانا حاليا في الكاست اللي موجود معانا اشتغلوا في مصانع حضرتك. عايز اقول لك ان في ناس مهندسين اشتغلوا عند حضرتك. يعني مش لازم فعلا يكون شاب مثلا دبلوم، او شاب مثلا معهوش مؤهل كبير، او ما كملش تعليمه عشان يجي يشتغل في المزرعه او في المصنع او. هو حضرتك اللي بيبقى بيشتغل معانا انا بقابل ساعات مثلا حتى بره مصر ناس كانت معاها دكتوراه دلوقتي وكلام زي كده يقول لك انا كنت شغال. اقول له بس اكيد ما بتذكرناش بحاجه حلوه، لان الشغل عندنا صعب. هو المجال اللي احنا بنشتغله فيه اصلا صعب، يعني انا بيبقى صعبان عليه اللي شغال اصلا ماشي. بس هي الشغلانه كده اصلا، الشغلانه ما فيهاش رفاهيه. يعني اللي بتجمع طول النهار مثلا فلفل بالصغير ده في الغيط ما فيهاش رفاهيه. لا تجمع فراوله طول النهار في الغيط، شغل ما فيهوش رفاهيه. اللي بعبى حتى في محطه اللي واقف على خط انتاج كلام زي كده شغل ما فيهوش رفاهيه، يعني هو شغل شق برضه ماشي. بس انا بقول لحضرتك العالم كله طالع قدام بايه؟ بالشغل ماشي وبالعمل. وعلى فكره العمل المنتج هو اللي بيقدم. هو اي مكان حضرتك معظم اللي قاعدين على المكاتب وكلام زي كده ماشي ده شغل مهم وشغل اداري مهم، لكن العماله اللي هي بتشتغل وبتنتج هي اساس تقدم الشعوب اصلا ماشي. هناكل منين؟ هنشرب منين؟ هننتج ازاي بدون العامل ماشي. فالعامل ده اساسي ماشي. طيب بما ان انت حضرتك في مجال الزراعه، الصناعه، التجاره، شايف اي مجال من المجالات دي افضل بالنسبه لحد بيبدا؟ طبعا احنا كان الاول التصدير ماشي، بتصدر بصل بتصدر برتقال كلام زي كده ماشي. ابتدى دلوقتي يطلع التصنيع الزراعي. التصنيع الزراعي المفروض مصر لها مستقبل فيه، لان احنا قدامنا فرصه. اولا التصنيع الزراعي بيحفظ توازن السوق. يعني لو عندك تصنيع زراعي كويس ما يخليلكش مره كيلو الطماطم ب 50 جنيه ومره يترمي زي اليومين دول ما يلاقيش حد يشيله. ليه؟ الفلاح هيزرع وما هوش خايف. كل سنه هيزرع طماطم عارف ان لو السوق وقع خلاص في مصانع هتشيله، يبقى مش هيخاف. فتلاقي انه الفلاح بيزرع عارف انه في حد ادنى من شيل البضاعه عنده ماشي. فالمشكله ايه؟ ان انت مثلا تلاقي جه موسم وجع، تاني موسم الناس ما تزرعش، تلاقي كيلو الطماطم اللي كان بيترمي في نفس الموسم بقى ب 30 جنيه وب 40 جنيه وب 50 جنيه. احفظ التوازن ده حضرتك التصنيع الزراعي. فالتصنيع الزراعي احنا كنا متاخرين فيه، لكن انا بعتقد دلوقتي ان شاء الله بعد الفريق كامل الوزير لما مسك وزاره الصناعه شويه وكلام زي كده ابتدى يدي طفره للناس انها تشتغل. لان الفتره اللي عدت دي صراحه كانت صعبه، كانت صعبه على المصانع، صعبه يعني. يعني كنت بتواجه مشاكل كتيره. الراجل ده ابتدى يحل مشاكل. يعني مثلا كان عندك التنميه الصناعيه لما تروح تطلع رخصه وروح كانت الدنيا صعبه. مش النهارده لا، كان يجي مثلا صاحب المصنع انت فتحت مصنع اللي بيعدي اللي رايح واللي جاي كان يحك فيك. ده بتاع المصنع ده مش ما تلحقش 50 واحد كل اللي ماشي على السكه من حقه يخش ينتهك حرمتك ويعمل اللي هو عايزه. قال لك لا، النزول انت عايز تنزل المصنع ده في مشاكل ننزل لجنه مره واحده فيها كل فيها كل الضرايب الجهات مش والتامينات تحت وكل حاجه. قياده حد من التنميه الصناعيه. اه. عشان لما يلاقي واحد مثلا حضرتك مستفز او واحد بيعمل حاجه مش كويسه يقول له لا ايه ده في الغيط هنا، انت كده صح وكده غلط ماشي. احنا مش ضد ان المصانع تبقى صح لا، لكن انت كنت بتلاقي مصانع بتصدر لدول العالم كله واخده الشهادات الدوليه اللي في الدنيا بحالها وبتتحارب من هنا. انت بتحارب في ايه؟ انت بتحارب في ايه؟ انت النشاط اصلا اللي هو شغال يمكن انت ما عندكش كيفيه عمله ازاي اصلا. طيب هيبقى واخد الشهادات الدوليه وعليه تفتيش من بره مصر ومن جوه. ممكن يبقى مش بيتعامل حتى في مصر خالص ولا مع الدول العربيه خالص ماشي. بيروح المانيا وبيروح بلاد في اوروبا وبيروح اليابان وبيروح ده كله حضرتك وعليه رقابه شديده جدا من بره ماشي. وانت بتعدي بتتصلب ان هو يعمل ماشي. لان انت بره برضو في عجل في الحاجات دي.
يعني بيجي مثلا يعمل مصنع اختبار يقول لك المصنع ده ياخد كام؟ 80% يبقى شغال، 70% يبقى شغال. هنا يتصلب على الاقل حاجه بسيطه يقول لك لا. طب يا عم نجح بنسبه 99% في نظرك، بنسبه 90% في نظرك، يبقى ايه المشكله عندك؟ بالنسبه للبلد اصلا. طبعا طبعا. ده هو بره اللي هياخد منك اصلا، اللي مشغلك بره اصلا اداك اجازه ان انت تشتغل، مش هو اللي ما كنتش هتعرف تشتغل معاه. في شركات دوليه حتى ما بتعتمدش الشهادات الدوليه، بينزل المفتش بتاعها يفتش عليك. ده مجرد في العالم كله ان انت واخد منه ايدت بس ان هو انت صح، ده بيبقى كانه شهاده في العالم كله. ومش هيستقبل لدولته اي منتج منك غير وانت 100%. ده مش دولته، ده شركته. يعني هو مثلا بتلاقي واحد في المانيا مثلا حضرتك، انت بتودي المانيا وهو ما بيعتمدكش الا لما ينزل هو بنفسه ويفتش عليك بنفسه. طيب ده بيعتبر طبعا من اما تيجي تقول له لاي حد تاني انا بدي لشركه كذا في المانيا، يقول لك هذا يكفي. فعلا ابعت لي ان انت شحنت للشركه ان هي قبلت منك الشغل بس. ده بالنسبه له يقول لك خلاص، مش لازم شهادات تاني، هذا يكفيني. طب انت شايف حضرتك ان التصدير ما شاء الله، من وجهه نظري يعني انا فهمت مع حضرتك ان التصدير هي وجهه مهمه لازم نتوجه ليها كلنا. بس انا لو بتكلم بقى زراعه صناعه تجاره. حضرتك في حاجه شايف واحده، يعني. انت جبت من التصدير، تمام. التصدير المفروض يبقى قضيه حياه وموت، والتصدير مش اختصاص وزاره واحده. يعني انت لو عندك مصنع، وزير الصناعه عامل اللي عليه، بس مش ده كفايه. ما هو الصانع ده حضرتك لسه في التجاره قدامه، لسه في الماليه والضرايب والتامينات والمحليات، كله بيحك فيه. لازم يبقى عندنا ثقافه عامه. انت مصنع وبتصدر، انت ايه فايده التصدير؟ تمام. النهارده في حاجه واحده، التصدير. واحد مثلا مره بنكلمه يقول لك هو اللي بيصدر ده هيصدر ويحط في جيبه، قلت له ده بيحط في جيبنا كلنا. انت النهارده الدولار ب 50 جنيه، لو صبح ب 70 الصبح، السلعه اللي كنت حضرتك بتشتريها ب 50، حتى الراجل الغلبان هيشتريها ب 70. طيب لو بدل ال 50 بقى ب 40، يبقى كل واحد فينا بدل ما هيشتري الحاجه دي ب 50 جنيه هيشتريها ب 40 الصبح. اذا ايه اللي هيجيب ده وايه اللي هينزل العمله او يثبت العمله؟ هو التصدير. اذا التصدير ده بينفع من اقل واحد لاعلى واحد في مصر، ماشي، بينفعه، ماشي. لانه بيوفر العمر. بيوفر العمله، وبالتالي لما العمله تنزل الحاله بترتاح. انا بدل ما اشتري لان كله في النهايه حضرتك مربوط بالعمله. العمله بتاعتك رايحه على فين؟ انت واحد هيقول لك اللحمه مالها ومال العمله؟ لا، ده ليها دعوه بالعمله. الفرخه ليها دعوه بالعمله. كله ليه دعوه بالعمله. ليه؟ هي مكوناتها علف. طيب العلف ده جاي ايه؟ صويا وذره ومركزات، كله جاي من بره. طب ما هو جاي بالدولار. مكون اللحمه كله ايه؟ علف. طيب العلف غالي، اما الدولار يغلى ماشي هينزل معاك، هينزل معاك، هتعلى اللحمه تعلى معاك، الفرخه هتعلى معاك، كله مربوط بالعمله، ماشي. عملتك رايحه على فين وجميل. فعمليه التصدير حضرتك ده شيء مفروغ منه. بالنسبه للعمل الخيري اللي الحاج عز مشهور بيه، حضرتك ما شاء الله ليك باع طويل جدا في العمل الخيري واللي الناس كلها بتشهد له. لا، هي دي بقى حضرتك في حاجه واحده، ماشي. احنا ليس لنا فضل فيها، بس عشان نبقى في الصوره، ماشي. هو انت حتى لو بتعمل ده واجب، ماشي، ما انتش مخير فيه، ماشي يا فندم. ليه؟ انت لو مش معاك حضرتك كنت هتدي، ماشي. طيب انت ربنا عطاك، ماشي. انت النهارده عليك ده بقى واجب قدام ربنا سبحانه وتعالى قبل البشر، ماشي. فدي حاجه احنا ملناش فضل فيها، معلش خالص. لا بس انت مدي من وقتك كتير جدا للعمل الخيري. يعني انا شخصيا لما جيت لحضرتك قبل كده، انت حضرتك عامل مجلس عربي كبير خالص ما شاء الله، تحل مشكله فلان وتطلع من مشكله فلان، تخش في مشكله فلان وتحل ده وتحل ده وتحل. بتجيب وقت للعمل بتاعك منين في وسط الزحمه دي؟ هو في حاجه واحده، يمكن انا الشيخ شريف مرزوق بقول له انت صحتك، الله يديله الصحه والعافيه يا رب، يمكن عنده مشاكل صحيه كتير، ماشي، كلنا عندنا مشاكل. بقول له يمكن ربنا سبحانه وتعالى مدينا شويه الصحه دول علشان كده. يمكن احنا لو قعدنا وقلنا عشان ما نتعبش نفسنا وكلام من هذا القبيل، يمكن ما نقدرش نقوم من النوم الصبح، ماشي. مش ربنا مديك شويه صحه، ماشي، لها زكاه يا سيدي، ماشي، عليها ضريبه. بس انت مدي وقت كبير جدا.
ولا مش بندي وقت كبير جدا ما شاء الله. احنا بنتمنى يبقى اكبر، مش بنقول لا ليه انت مدي ده، بس ده بيعطلك في شغلك. هو في حاجه واحده، هو طالما انت واخدها لوجه الله سبحانه وتعالى مبقاش فيها مشكله، مش خالص، مش يعني ربنا بيعينك عليه. وبعدين ممكن اللي زي حالاتنا، ما في ناس زي حالاتنا في سننا النهارده ماشي، وما بتقدرش يعني، لا يقدر يسهر ولا يقدر يبقى مش عارف ايه، ولا بيقدر، يمكن ربنا مدينا شويه النفس دول رايحين جايين علشان حاجه زي كده. هتشيلها ليه ولا تنكرها ليه؟ فاحنا دي ملناش فضل فيها صراحه، ده هو ربنا اللي يعني ان كان يراضينا بها يا رب لاجل النبي. بس زي ما تكلمني عن تحدي او صعوبه او عقبه واجهتك في حياتك، دروب كده حصل لك، وواجهته ازاي واتعاملت معاه ازاي؟ لا ما تعدش، دي ما تعدش. النجاح مش هيجي غير بدروبات. لا ما تعدش، ياما نكفينا بس اكيد في حاجه اول ما ذكرت السؤال ده، اكيد في حاجه جت لا معاك. ياما بيه من كترها ما تتعدش ماشي، بس ربك سبحانه وتعالى بيستر ماشي. مشي بما يرضي الله واجتهد وسيب البقى لربنا سبحانه وتعالى ماشي. لا تنعى هم رزق ولا تنعى هم دنيا ولا تنعى هم حاجه خالص ماشي. وبعدين ربنا كان كرمه كبير قوي، ما انا ما شفت حاجه كان فيها ضرب الا لما كان بعدها خير كبير قوي سبحان الله، او كانت هي سبب الخير. يعني كل المشاكل اللي حصلت لي كانت سبحان الله هي سبب الخير. المحطه لما ولعت كانت هي سبب الخير ماشي، لانها كانت خط واحد. ف اتحرجت حضرتك، رحت اجيب محطه، بنجيبوا محطات قديمه، المهم ربنا اكرمنا ما لقيتش. اخر يوم اشتريت محطه وانا ماشي، الراجل قال لي في سايزر اللي هو محروق في المحطه القديمه خده معاك، خدته معاك ماشي، ادهوني يعني شبه ببلاش. السايزر ده ما يجيش لوحده. جيت لقيت الحاج محمد اخويا الله يرحمه بيعمل في المحطه، واحنا بنحكوا عشان نص الطعز بس ماشي، الزن الحريق يبقى سبب الخير يعني. فجاء حضرتك لقيته بيبني في العنبر القديم، قلت له ده انا جبت محطتين، قال احنا عارفين نكملوها واحده، قلت له جايز واحد هيشتغل فيها يوميا ماشي، يمكن رزق، ده هي جايه لوحدها. بدينا بقول محطتين، طلع قرار لروسيا ان المراكب الصغيره ما تشتغلش، الفنتليتد يشتغلش الا الريفر الكبير، الريفر ما يقدرش يعبيه خط واحد، وانا ما كنتش بشتغل في الوقت ده الا روسيا، بطلت اوروبا وكله ماشي. فجيت حضرتك بقيت انا من ضمن المحطات الكبيره اللي عندها خطين، اقدر اشحن الخط المركب الكبيره. فبقيت اشحن المركب الكبيره حضرتك، الروسي يجي لي يجيب فلوسه ويقول لي حمل لي بس. عملنا قد اللي عملناه احنا واهالينا طول العمر ماشي، بسبب ان المحطه اتحرجت. لو ما كانتش اتحرجت كنت قعدت على بابها، لانه ما كانش ينفع خط واحد يعبي المركب الكبير ماشي. عد مين ده ماشي. حصل له دروب في فرنسا سبحان الله، وراحت الفلوس. كان فاتحين مع واحد مكتب في فرنسا وكلام زي كده، جه حصل دروب جامد، كل حاجه راحت، كل حاجه زي ايه بقى؟ ما عادش فيه فلوس ماشي، والدنيا راحت كلها ماشي. فجينا سنه كام ده معلش انا اسف؟ يعني 25 سنه بقول، بس اكتر يعني شويه كان سن ممكن. حضرتك قد ايه في الشغل يعني؟ كان عندي 40 سنه مثلا ماشي. 40 سنه فجأة إيه؟ الدنيا كلها راح من الصفر، ماشي. هنبدا تاني. يا ريت كانت تحت الصفر يمكن شويه ماشي، وده اللي بيزعل، لكن الصفر ما بيزعلش جو. فجينا حضرتك ابتدينا ايه نكابر تاني، نشتغل مثلا ده وده وده ماشي. فزهقت من فرنسا خالص، زهقت من فرنسا عشان ربنا يودينا روسيا، وروسيا كانت لسه بتبدا، عملنا الخير كله من روسيا. لو تنتنا شغال في فرنسا واوروبا كان زماننا لسه شغالين على اجانب ماشي. فربنا وجهنا لروسيا، اشتغلت روسيا سنه، تاني سنه لما جت المحطه ولعت ماشي، ولعت عشان تكبر وتبقى للخير برضه. فشوف سبحان الله ماشي، ما في ضرب يحصل الا لما يبقى وراك خير كبير سبحان الله. بس الناس مش فاهمه كده. ها؟ الناس للاسف مش بتفهم الحته دي. لا الحمد لله رب العالمين فضل ونعمه يعني ماشي. وانا بقول لك هي مصوره، انت بتقول لي العماله والناس وكلام زي كده، انا بقول لك يمكن هي مصوره عشانهم مش عشان، يمكن احنا لو عشان احنا يمكن ما نلاقيش رغيف عيش، لكن هو يمكن عشان الناس ديت هي اللي احنا ماشيين في رزقهم. حضرتك شايف التجاره الالكترونيه النهارده والذكاء الاصطناعي والاساليب الجديده اللي التكنولوجيا اللي بتحصل في العالم كله، شايفها ازاي من وجهه نظرك في العمل بتاعك؟ شوف هي الاول ان الدقه قديمه شويه طبعا ماشي، وان كان الشغل النهارده كله بقى الايميل والكمبيوتر وكلام زي كده ما عادش فيها كلام. احنا لما طلع الفاكس زمان ما كناش متخيلين يعني ايه تكتب فاتوره هنا وتدوس على زرار توصل مثلا السعوديه ولا الكويت ولا كلام زي كده بنفس خطك بنفس كده، ما كناش مصدقينها الاول. يعني الفاكس ده زمان كان اختراع بالنسبه لنا اول ما طلع، كان فيه قبل منه التليكس طبعا ماشي.
فالنهارده عشان تيجي وانت ماشي بالمحمول تعمل كل حاجه في الدنيا، ده طبعا حكايه تانية يعني. بس كتعمق بقى في الحاجات الالكترونيه وكلام زي كده وبتاع، انا جيل غير الجيل طبعا. الجيل ربنا يبارك فيكم انتوا طبعا، بقت الحكايه دي بالنسبه لكم غيرنا يعني. لكن احنا شغالين، ساعدنا طبعا كتير الموضوع يعني، ما فيش كلام. يعني ده خلى العالم كله في ايدك المحمول يعني، ما فيش كلام. احنا الاول كنت حضرتك بتنزل اي دوله ما انتش عارف منين يودي على فين اصلا. تنزل لا انت عارف هتبات فين ولا هتنام فين ولا هتروح فين كانت كله على الدراع. كانت شغلانه صعبه جدا قبل المحمول وقبل الكلام يعني. معاناه، كانت معاناه طبعا، معاناه طبعا. حضرتك دلوقتي بتفكر في تتوسع في الفتره الحاليه، في مثلا حضرتك شايف خطه مستقبليه لحضرتك او لبلدنا ممكن نروح ليها؟ هو حضرتك طبعا احنا بالنسبه لنا كشركه، انا قلت لحضرتك بدانا تصدير مثلا بصل، بعد كده مش عارف ايه، شويه ايه شويه ايه، شويه توم اخضر، لما بقت في موالح اللي محطه البرتقال والكلام زي كده. بعد كده بقى في تجميد العلب الكنز، بنعمله مصنع كونسنتريت اللي هو بدل البرتقال مكان الفرزه بتاعته بتتصدر بره عشان يعصروها بره، احنا بنعصرها ونركزها. ماشي، يعني 12 13 كيلو برتقال يطلعوا رتل واحد عصير مركز. ماشي. فبدل ما تصدر كميه كبيره بتصدر البرميل مثلا بيبقى 250 كيلو مثلا. ماشي. ده بياخد مثلا كام طن برتقال عشان يطلع منه على البرميل. ماشي. فدي شغلانه لسه برضو جديده، هي بقى لها في مصر كذا سنه بس على الاستحياء، بس ابتدت تزيد، وخاصه بعد البرازيل ما حصل فيها شرط وعجز في الانتاج. ابتدينا، اعتقد مصر هيبقى فيها شغل كويس الفتره اللي جايه، بس بنامل ان يبقى فيها اكتر من كده. يعني احنا امكانياتنا في مصر اكتر من كده، يعني امكانياتنا كدوله اكتر من كده. بس انت محتاج مش هنقول الحكومه، محتاج تنسيق اكتر من كده عشان تعمل امكانيات اكبر من كده. هي حضرتك، انا بقول لحضرتك المفروض تبقى ثقافه. يعني احنا بنقول على الحاجه الحلوه، ونقول ان وزاره الصناعه حصل فيها تطوير بما يرضي الله، ويعني ابتدت حتى معنويا تشد حيل الناس شويه. لان النهارده الراجل اللي بيصنع ده حضرتك، اي مصنع حتى ماشي، مش زي حالتنا. هو المصنع ده يعمل ايه؟ يعني وزير الصناعه لما قال لك انا بصنع الدولار، دي كلمه صح على فكره مش غلط، ما هو بيصنع الدولار. هو انت النهارده لما تعمل مصنع، بدل ما كنت هتستورد سلعه من بره انت صنعتها في مصر، طيب ما انت رحمت ووفرت الدولار اللي كنت هتطلعه. طيب لو انت عملت مصنع وصدرت، واخد بال حضرتك، ما انت جبت عمله صعب، يبقى جبت الدولار، يبقى في كلتا الاحوال انت بتصنع الدولار، المصنع ده بيصنع الدولار. اللي انا كنت بستغرب له ازاي صاحب مصنع يتحارب من اي جهه. يعني صاحب المصنع ده المفروض حضرتك تقول كل يوم الصبح تقول له صباح الخير، مش لازمك حاجه. اي مسؤول يقول له صباح الخير، لازمك اي اوامر؟ مش لازمك حاجه. في حاجه مزعلاك؟ من غير ما يروح يقول له في حاجه مزعلان، هو يساله في حاجه مزعلاك ولا مش في حاجه مزعلاك. واحنا شفنا كده يعني. طبعا كنا في المتجر قبل كام 25، قبل ما تدخل الاتحاد الاوروبي بسنتين ممكن ولا حاجه. فكنا واخدين منشاه مشغلينها هناك تصدير. محافظ الاقليم عرف، جه قال تاخدوا ارض على النهر الملا نهاب ملاليم، تعملوا منشاه تصديريه، المصنع اللي تبنوه ندفع لكم 50% من حاله الارض. هم اللي يدفعوا. المحافظ لا انا قريب ولا اعرفه ولا بلدياته، بس قال لك واحد هيشتغل وينمي ويشغل عماله ويشغل شغل يدعى. ماشي. قبل ما تدخل الاتحاد الاوروبي على طول. بس انا طبعا كنت رافض ان يبقى لنا حاجه بره خالص تماما. حتى المكتب اللي كنت عامله في فرنسا كنت عامله باسم واحد تاني مصر. كان يقولوا لي باسمك، اقول انا عمري ما كان يبقى لي حاجه بره يعني. طيب لو احنا عايزين نسال حضرتك، انت شايف اولياء الامور تنصحوا يتعاملوا ازاي مع اولادهم ومع الشباب عشان يطلع حاجه كبيره زي حضرتك كده في البدايه من البدايه؟ ولي الامر. ماشي. بما ان حضرتك ولي امر، تعامل مش عايز اقول بتتعامل ازاي مع اولادك، بس عايز اعرف رايك كيف يتعامل اولياء الامور مع اولادهم في الحالي، بما ان احنا شايفين الشعر اللي عامل ازاي والبناطيل المقطعه والشباب اللي بيحصل اللي احنا بنشوفه اليومين دول. ما الشباب هيزعل مننا كده. احنا عايزين ننصحهم بالخير، عايزين نديهم والله طريقة إيجابية. نتمنى ان شاء الله. اه نتمنى باذن الله. ماشي. يا ريت حتى لو انت ميسور الحال حاول تشغل ابنك. تمام. انا ما بقولش تبخل عليه، ما بقولش ما تديلوش فلوس، ما بقولش برضه خلي عينه شبعانه وكل حاجه، ده ماشي الحال. ولكن حاول تشغله في اي حاجه، لان يعني الفراغ مفسده.
فانت طول ما انت سايب الشاب في فراغ هيعمل ايه؟ هيفكر ازاي؟ منتظر منه ايه؟ لكن نتمنى، ونتمنى مش على اولياء الامور بس، يعني نتمنى في المدارس ونتمنى في الجامعات علموهم ازاي يبقى في ثقافه عمل يا اخوانا. ماشي؟ يعني لابد يبقى دي تنحجم في الشاب وهو طالع. تاني حاجه نتمنى طبعا ان يبقى في مثلا عز عنده مصنع هنا، نتمنى ان في فلان يبقى عنده مصنع هنا، بحيث اللي ما يعجبوش عز يعجبه، احمد يعجبه، اسماعيل يعجبه، ابراهيم يروح يشتغل عنده. ماشي؟ مش كل الناس هتبقى مبسوطه ان تشتغل عند عز، او مش عز هيشتغل كل الناس. ماشي؟ نتمنى ان مناخ الاستثمار في الفتره اللي جايه دي يتعدل كويس. ماشي؟ مناخ الاستثمار ده اللي يقوم يجذب الكل. الشاب اللي ما يلاقيش هنا يلاقي هنا، اللي ما يلاقيش هنا يلاقي هنا. مثلا واحد ابوه عارفني هيجيب ابنه. ماشي؟ طب مش كل الناس عارفان؟ اما يبقى فيه واحد هنا وواحد في جليل وواحد في شباس وواحد في ميت الديبه وواحد كده وواحد كده وواحد كده. ماشي؟ الثقافه تنتشر. ايه اللي هينشرها؟ ان يبقى فيه مصانع وفيه شغل. ده مصنع ملابس هيلاقي حرفته في الملابس. ماشي؟ ده عز عنده عتاله شويه وشغلته مجرفه شويه، هيروح لشغل احسن هيلاقي. ماشي؟ ويسيب المجرفه لاصحابها. ماشي؟ فهو حضرتك نتمنى باذن الله ان النشاط الاستثماري يتحسن. انا بقول لحضرتك الراجل وزير الصناعه ده يعني هو ليه رؤيه، مش غير اللي كانت موجوده. انا عاصرت هو واللي قبله واللي قبله. ماشي؟ واللي قبله. ماشي؟ فصراحه لا، ده نازل بشكل جديد. نتمنى يا رب ان شاء الله. ونتمنى ان المصانع كلها مش في المدن الصناعيه برضه. نتمنى ان المصانع تبقى في الدلتا، والمصانع تبقى في حضن العماله، ما تروحش بره. واحد اقول لك والارض الزراعيه، اقول لك بس الارض الزراعيه مهمه وكل حاجه، ولكن الارض اللي هيقام عليها مصنع لن يمثلها استثمار في العالم. مش لا زراعه ولا خلافه. ماشي؟ واحنا عندنا ارض زراعيه كتير، المشكله عندنا في الميه وليست في الارض الزراعيه بالمناسبه يعني. مساحه مصر صالحه للزراعه بنسبه 70% اذا وجد لها الماء. مصر فقيره مائيا حتى بدون بناء سد النهضه، فاحنا فقراء مائيا. وفي اعلى يا باشا، احنا فقراء مائيا، وتصنيفنا فقراء مائيا في احلى الظروف. ميتك بالارتوازي بالباطن الارض بكله لن تكفي اكتر من 20%. فانت ما عندكش مشكله في الارض الزراعيه، مشكلتك كلها في الميه وليس الارض الزراعيه. ده راجع لايه؟ المناخ والتربه وكده، ولا راجع لينا احنا لا، انت مش عدم انت مش بلاد مطيره. اه ماشي؟ ميتك كلها جايه منين؟ من شريان واحد. ماشي؟ باستثناء شويه الميه الجوفيه كمان. الشريان ده بالنسبه لك كتعداد سكان وكمساحه انت مصنف فقير مائيا. فقير مائيا، فقير مائيا يعني. رغم ان احنا ما استغلناش لسه الصحراء الشرقيه ولا الصحراء الغربيه ولا الصحراء، يعني لو فتحنا المجال ان احنا نزرع هناك هنعمل ما هو التوسع الافقي، ولذلك الناس يجي يقول لك ازاي ما نكفيش نفسنا جمح. يا اخوانا ده مش كلام علم، ده كلام بربنجة شارع يعني. عايز تكفي نفسك جمح اطلع راسي، خلي لي فدان الجمح، اعمل ابحاث، بدل ما هيجيب 15 ارداب 17 ارداب 16 خليه يجيب 25، خليه يجيب 27، اعمل عليه ابحاث. وممكن ناس توصل لهذا الرقم. رغم ان مصر منتجه في الجمح كويس، لكن كان عندنا دكاتره وناس ممكن يوصلوا لارقام زي كده. ماشي؟ ولكن ان انت تتوسع افق زياده عن اللازم، هم يعني هم عملوا مجهود في الافق في الفتره اللي عدت دي كويس جدا برضه، ولكن لا حدود في النهايه هتقف عندها. ساحل الوادي الجديد فيها طفره كويسه حصلت في الوادي الجديد، وفي ميه كويسه، وهم عملوا فيه شغل كويس. يعني المحافظ اللي فيه هناك والناس اللي فيه هناك صراحه عملوا في الوادي الجديد شغل هايل هناك، هايل هايل، ومساحات كبيره. وهو ما ينفعش الا شركات كبيره في الوادي الجديد، نظرا للمسافه، نظرا ان انت عايز ميكنه هناك، نظرا ان انت ما تهدرش ميه يعني. لكن انت مثلا لما تيجي على النابوريه وتلاقي لها ارض صفراء وارض بتشرب غمر، ارض صفراء، ده جريمه في حق الوطن. انا الفدان اللي في الرمل هيشرب غمر سطحي؟ لا، لو ما زرعش خلاص احسن، لان الميه بتاعته تكفي 20 فدان بالتنقيط. وانا ما عنديش مشكله في الارض، انا عندي مشكله في الميه. فكل فدان بيشرب غمر في الصحراء ده بعتبره جريمه في حق الوطن كله. ماشي؟ فان شاء رب العالمين نامل في اللي جاي ربنا يسهل ان شاء الله. الجانب السياسي اللي الحاج عايز يقوله، شايف الجانب السياسي ده انت دخلت فيه وتعمقت فيه ما شاء الله باعتبار حضرتك نائب، شايف الجانب السياسي ده
يعني خد من وقتك من التجاره والصناعه والاستثمار اكتر ولا اداك اكتر؟ شوف سعادة البيه، ماشي، لا دي منفصلة عن دي خالص. احنا حضرتك بالنسبة للعمل، يعني كان يقول لك زمان ايه، المدير اللي يسيب العمل، ماشي، اللي كل ما هو في العمل يبقى العمل كويس، مدير بدرجة معينة. لكن يقول لك احسن مدير اللي هو لما يبقى بعيد عن العمل التاني شغال زي ما كان موجود. تمام. فهي دي الإدارة، مش مشكلتنا في مصر كلها إدارة. تمام. وحتى لو بدون السياسة وبدون غيره، انت الشغل اللي انت شايفه ده لو انت هتديره لوحدك كله، معلش يعني، انت هتجح. ماشي. وليك سن معين هتقف عنده، لان الطاقه نفسها بتقل. طيب بلاش الطاقه تقل، انت تقدر تمارس عمل في حدود مشروع، في حدود نشاط، في حدود، لكن انت لو بتشتغل 20 سلعه ولا 30 سلعه ما تقدرش تسيطر عليهم كلك، يبقى هتفشل فيهم كلك. فلازم يبقى العمل بيدار حضرتك بسيستم تاني خالص. بتختارهم ازاي؟ بيديروا ورا حضرتك المشاريع من وجهه نظرك بتشوفهم ازاي؟ هو حضرتك في حاجه واحده، ما بيبانش الزبون اللي على المحك، يعني الموظف ما بيبانش الا على المحك. ماشي. يعني الموظف نفسه حضرتك لما يجي ويشتغل يبان. صحيح ممكن ساعات ما تقولوش مشي، بس تشوفه شغال في اي شغلانه تانية بقى. ماشي. لكن اللي بينفع بينفع، وبعدين اللي بينفع بيطلع بسرعه عندنا. انت ما تلاقي واحد فالح، لا ملوش حق، ملوش سقف يطلع. حضرتك بتتابعهم اول باول لحد ما تنتقي الشخص ده هو اللي يمسك مكان في الحته دي عشان اتغير واشوف غيره. بص يا بيه، الفالح بيبان. اه ماشي. من اول لمحه ما شاء الله. بيبان. تمام. واللي على جده بيبان، مش واللي نص نص بيبان، يعني كله بيبان برضه. المحك بتاع الشغل بيبان كله. تمام صحيح. ماشي. بس انت في عمل خاص، ماشي، الكوره جوان زي ما بيقولوا، انت بتشغل واحد بتشوفه بيعمل ايه. ماشي. عايز اطول على حضرتك اكتر يا من باشا كده الله عشان يكرمك. عارف ان في عشرات الاسر اللي مستنيه حضرتك يا باشا ربنا يكرمك. تتدخل في الصلح على راسي. ومصلحه البين. انت ما شاء على الله راسي. نعرف يا ان رب. حضرتك ليك باع كبير جدا في الحاجه دي، يا فمش رب. عايزين نضيع وقتك اكتر من كده. لا يا باشا، ده في اهل خير اكتر مننا، هم الله اللي يخليك. بيحلوا المشاكل دي، وربنا يبارك فيهم يعني. الله يخليك. في ناس اهل خير ياما، يمكن احنا على جدنا شويه في الموضوع ده، لكن في ناس اهل خير ياما. لا احنا بنتعلم كلنا من حضرتك. ربنا يجبرك. حبيبي اتشرفنا وانا بيك. سعيد بيكم. احنا الله اسعد. يكرمك. احنا اسعد. الله يخليك يا ماشي باشا. حبيبي.